بص يا سيدي، اي عمل مهما كانت قوة قصته او حبكته او مهما كان مختلف وبيناقش افكار جديدة، الا انه لا يخلو من بعض الكليشيهات. لازم كده تلاقي شوية كليشيهات مكررة في كل الافلام. ساعات طبعا بيكون ليها مبرر درامي، وساعات بتكون ضد العقل والمنطق والفيزياء وكل العلوم، لدرجة انك ممكن تلاقي العمل نفسه كليشيه بحت. واحد دلوقتي هيقول لي فكك بقى يا عم من الفلسفة وخش بقى في الموضوع، هقول له انت صح. بس طبعا قبل ما نبدأ اتمنى تظبطنا بقى لايك وسبسكرايب، ويا سلام بقى لو تدوس على زر الجرس، اكون شاكر ليك جدا يعني. كفاية بقى رغي ويلا بينا نبدأ. الكليشيه رقم 1، الشخص اللي بيموت قبل ما يعترف بالحقيقة. بص يا صاحبي، عايز تغير مسار الحبكة وتعرقل مسيرة البطل وتخلي اللغز اللي بيجري وراه مستحيل يتحل، حط شخص وحيد عارف الحقيقة، ولما البطل يوصل له أخيرا خليه يموت. ومش بس كده، ده يموت وهو بيعترف علشان دمك يتحرق أكتر وتبقى عايز تولع في الجثة اللي قدامك. يعني عندك مثلا في فيلم العفاريت، كلنا شفنا ماما كريمة لما دخلت على الكتعة وهي في المستشفى علشان تعرفها مين هي بنتها، فالكتعة بتبص لها بعمق وبتاخد منها الفستان وبتبص على البنتين وبتركز، والموضوع سهل يعني، هي عارفة البنت الحقيقية هتشاور عليها على طول وخلصنا. لكن لا، الكتعة بتمسك الفستان وتقريبا كانت بتلمع بيه الإزاز، فضلت تشاور بيه يمين وشمال شمال ويمين، وماما كريمة يعني على أعصابها، ها يلا قولي مين فيهم، ولسه يا دوب بتفكر تشاور وهوب، بعد اذنكم لو حد سأل عليا انا رايح اموت دلوقتي. ايه بقى النتيجة المترتبة على كده؟ ان ماما كريمة بتاخد البنتين وبيعيشوا معاها وبتعتبرهم هما الاتنين بناتها. ماشي، هي تعتبر نهاية جميلة وسعيدة للفيلم ومش عايزين نزعل حد وكده، بس مش منطقي يعني الكتعة فضلت عايشة كل ده في المستشفى، ولما جت تتسأل سؤال عادي يعني تقوم تفتكر الموت دلوقتي. تبا لك يا ايتها الكتعة. وده ياخدنا لرحلة العذاب اللي شافها البدري ابو بدار في ذئاب الجبل. بيهرب من الحكومة وبيسافر بعيد عن بلده وارضه، وياخد اسم مش اسمه وشكل مش شكله، وليا بدلة تنسيني اهلي واحبابي وطيني، وليلة جامدة قوي سعادتك. كل ده بقى ليه؟ عشان الشيخ بدار لما وكيل النيابة كان بيستجوبه كان طول التحقيق قاعد زي الفل وبيجاوب على الاسئلة، لحد ما النيابة امرت بضبط واحضار البدري. ساعتها الشيخ بدار يقوم ويقول طب قول يا حاج، طب يلا قول يا حاج. ربنا يرحمك يا شيخ بدار، مش لو كنت قلت كل حاجة كان زمان البدري دلوقتي بيرمح في الغيط وبياكل فطير مشلتت وسمنة بلدي على الفطار. الكليشيه التاني، البطل اللي بيضرب كل الناس. الكليشيه الاشهر في افلامنا المصريه، لازم ولا بد وحتما البطل لو دخل اي خناقه يضرب كل الناس اللي فيها ولوحده. يعني لو دخلوا عليه مثلا 6 7 هيضربهم كلهم، وما تسالش ازاي. طيب تمام، هل انت بتعمل فيلم عن بطل خارق مثلا؟ الإجابة لأ، ده بني آدم عادي. وده ياخدنا للسؤال التاني، هل البني آدم العادي ده بيكتشف إن عنده قوة خارقة أثناء الأحداث مثلا عشان كده هو أقوى من الناس كلها؟ وبرضه لأ، هو ما عندوش قوة خارقة ولا حاجة. طب حلو، السؤال التالت بقى، هل البطل مثلا اكتسب أي قوة خارقة من أي شيء خارجي؟ قرصة عنكبوت مثلا زي عمنا بيتر باركر، أو يا سيدي بلبع حبوب سحرية زي أنكل زيزو حبيبي؟ الإجابة لأ برضه. يا ابني امال بيضرب الناس دي كلها ازاي؟ ما هو مش منطقي يعني. وبعدين انت لو شفت اي خناقه واقعيه في الشارع هتشوف حاجه تانية خالص. انت لو 6 7 مثلا اتلموا على واحد في الواقع هيعملوا منه بفتيك حرفيا. وبعدين لو تلاحظ حاجه في مشاهد الخناقات في السينما المصريه هتلاقي ان المجموعه اللي دخلت تضرب البطل بيدخلوا عليه واحد واحد بالدور، ولا كانه طابور في السجل المدني. ما تتلموا عليه كلكم يا عم وتضربوه. لكن لا، ازاي؟ لازم نبين البطل جامد زحليقه وكده. مفيش فايده. نخش على الكليشيه التالت، الفرح اللي المعازيم اللي فيه كلهم بيضربوا في بعض. المشهد العبثي الغير مفهوم على الإطلاق. المعازيم بيكونوا قاعدين مفيش أي حاجة، الناس مبسوطة وفرحانة والكل جاي يبارك ويعمل الواجب، وفجأة تلاقي 2 بيقوموا وبيدبوا في بعض. عادي بتحصل، الناس دلوقتي هتقوم تخلصهم ومفيش مشكلة يعني. طب تمام. طب يا ستوب ايه تصدقت ولا ايه؟ لا يا حبيبي مفيش الكلام ده. انت لو في واحد داس على صباع واحد تاني بس بتلاقي فجأة وبدون اي مقدمات المعازيم كلهم بيقوموا وبيدوروا الضرب في بعض. وما تسألنيش ليه برضو. قال لا، في ايه يا جدعان؟ ده انتوا كنتوا لسه قاعدين على ترابيزة واحدة وبتهزروا من 5 ثواني، لحقتوا تقلبوا على بعض؟ لا، والادهى من كده انك بتلاقي المعازيم بيسيبوا الاتنين اللي بيتخانقوا اصلا وبيمسكوا هم في بعض، ومش بعيد تلاقي الاتنين اللي بدأوا الخناقة هم اللي بيحوشوا المعازيم في الاخر. والله كبرتوا الموضوع يا شباب. وهنا يبقى السؤال الأبدي، هو ليه كل مخرجين مصر كانوا بيطبعوا المشهد ده بالكربون؟ ايه المغزى منه يعني؟ هل ممكن في الآخر يطلع مشهد سريالي عميق بس احنا اللي سطحيين شوية ومش واخدين بالنا؟ انت يا ابن الحلال لو تعرف إجابة اكتبها لي تحت في الكومنتات ينوبك سواد. الكليشيه الرابع، كبير السجن. تعال بقى اما احكي لك دورة حياة البطل اللي بيدخل السجن في أي عمل مصري.
اول حاجه بينزل البطل من عربيه الترحيلات، بعدها الشاويش بياخده علشان يعرفه على العنبر بتاعه. بيكون بقى مين مستنيه هناك؟ ايوه بالظبط، النبطشي بتاع العنبر ودراعه اليمين، وده لازم يكون موجود، وبيكونوا مجهزين له حفله استقبال كده على الضيق. واول ما بيشوفه بيقول له خد يلا. عاوز ايه؟ انت تعرف مين كبير المكان هنا؟ فبيقول له الكبير ربنا. فبيقول له ونعم بالله، شايف البلاطه اللي هناك دي؟ ده بيتك الجديد. والبطل طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى مظلوم وكده، علشان احنا ما عندناش ابطال اشرار اكيد يعني. فبيقعد في حاله وبيحاول يتجنب النبطشي واعوانه، بس طبعا النبطشي مش بيسيبه في حاله وبيفضل يرخم عليه في الرايحه والجايه. بعدها بيقابله صدفه كده في الممر اللي ما بين السراير، فبيبص له كده ويقول له انا مش قلت لك يالا لما تقابلني في اي حته في العنبر عينك ما تجيش في عيني؟ برضو عاوز ايه؟ تخيل بعيد عنك كده يبقى محكوم عليك بتأبيدة وداخل السجن مش طايق نفسك، ويجي واحد زي ده بقى يستلمك. انا ناقص يا اخويا. المهم البطل بقى ساعتها بيجيب اخره، فبيرد ويقول له بص بقى يا كينج، انا محكوم عليا ب 25 سنه سجن، لو بقيوا 30 مش هتفرق كتير. بعدها بيساله تحب نقضيها بواني ولا شلاليت؟ فبيقول له ايه؟ فبيقول له ارسم على الحيط. وهوب بيقوم ماسك النبطشي ومديله العلقه التمام. بعدها بيقوم مطربق العنبر على كل اللي فيه، علشان في نفس اللحظه المساجين ينصبوه ملك للسجن، ويبدا بقى يعمل نفس الحاجات اللي كان بيعملها النبطشي القديم. المشهد ده هتلاقيه بيتكرر بحذافيره في اغلب الاعمال المصريه. بس انا هنا عندي استفسار بسيط، يعني سجن ايه ده اللي المساجين فيه بيقطعوا في بعض وقلبينها WWE جوه الزنزانه، ومفيش ضابط ولا امين شرطه ولا عسكري نفر حتى بيدخل يزعق فيهم؟ كنت بسال السؤال ده لحد ما كبرت وعرفت اللي فيها. هم من الواضح انهم بيسيبوا المساجين يتعرفوا على بعض، فكل واحد بيعمل علامه على وش التاني. انا بقول اي كلام انا عارف. ما علينا، ندخل على الكليشيه الخامس، الممثل اللي بيتهته لما يكون بيحور. بص بقى يا اسطى، من اكتر الحاجات المستفزه في اي عمل مصري لما تلاقي ممثل عايز يحور او يغلوش على حاجه او يكذب على اللي قدامه يقوم متهته في الكلام. اراضي يا ابني ما انت كده بتثبت انك بتحور، ما هو لما تقعد تتهته هتزود شك اللي قدامك انك مخبي عليه حاجه. مشغول يا اخي. وطبعا بابا المجال في الحوار ده هو الفنان الكبير احمد سعيد عبد الغني، اللي تقريبا في بداياته كان واخد الخط ده. انت كفايه بس تتفرج على باسم ابو السعود في الحقيقه والسراب وهو هيشرح لك كل حاجه. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ الخلاصه ان الشخصيه لما تيجي تهته في الفيلم المصري اعرف انها بتحور وش، ده المفروض يعني ان احنا نقتنع بكده. طبعا الكلام ده مش موجود في الواقع، واحنا في حياتنا العاديه بنقابل ناس كتير كدابين وبنكون عارفين انهم كدابين، بس ولاد الايه، الثبات الانفعالي والثقه اللي بيحوروا بيها كفيله انها تقعد ليوناردو دي كابريو ودانيال دي لويس في البيت. انت كل يوم في حياتك يا باشا بتقابل ممثلين درجه اولى عتاوله في الكذب والتدليس والحوارات، وكل ده من غير ما يتهتهوا في حرف واحد وبس كده. طبعا في كليشيهات تانية كتير بس وقت الحلقة مش هيسمح، لكن اكيد السلسلة دي مكملة معانا ان شاء الله. لو كملت الفيديو لحد هنا احب اقولك ان انت شخص جميل جدا. ما تنساش تدوس بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتس، واشوفكم الفيديو الجاي.